حسم باريس سان جيرمان موقفه بشكل قاطع من الأنباء المتداولة مؤخرا حول إمكانية انتقال 2 من نجومه إلى صفوف ريال مدريد في إطار الميركاتو الصيفي المقبل بحسب تقرير صحفي. وكانت تقارير عديدة قد تحدثت مؤخرا عن رغبة ريال مدريد في ضم نجمي سان جيرمان ومنتخب البرتغال فيتينيا وجواو نيفيز، لكن وفقا للصحفي الإيطالي البارز فابريزيو رومانو فإن النادي الباريسي يشدد على أن اللاعبين ليس للبيع. وقال رومانو اليوم الأحد عبر حسابه على شبكة إكس: باريس سان جيرمان كان واضحا للغاية بشأن التقارير المتعلقة بريال مدريد وفيتينيا أو جواو نيفيز خلال الأيام الأخيرة. وتابع: كلاهما غير متاح للبيع، لن يمسهما أحد وهما جزء أساسي من المشروع. ويستعد ثنائي خط الوسط المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا مع PSG على حساب أرسنال لخوض منافسات كأس العالم التي تحلم البرتغال برفعها للمرة الأولى في التاريخ. وستلعب البرتغال الدور الأول من المونديال في مجموعة تضم أيضا كلا من أوزبكستان، الكونغو، الديمقراطية وكولومبيا. منح برشلونة موافقته المشروطة على عودة نجمه الشاب لامين يامال للمشاركة مع المنتخب الإسباني في مواجهة كاب فيردي المقبلة، وسط متابعة دقيقة من النادي الكتالوني لكل خطوات لاعبيه الدوليين في بطولة كأس العالم. ويخضع يامال لرقابة خاصة بعد انضمامه لمعسكر لا روخا في 30 من مايو الماضي، رغم عدم حصوله على التصريح الطبي النهائي آنذاك بسبب إصابة في العضلة الثنائية الفخذية للساق اليسرى تعرض لها في 22 من أبريل الماضي أثناء تنفيذ ركلة جزاء أمام سيلتا فيجو في ملعب كامب نو. ووفقا لصحيفة آس الإسبانية يمتلك النادي الكتالوني عينا داخل معسكر المنتخب للحصول على تقارير مباشرة حول تعافي المهاجم الشاب، حيث يتواجد فرناندو جالان وهو معالج طبيعي خارجي لبرشلونة ويعمل أيضا ضمن الجهاز الطبي للمنتخب. وتسلم جالان المهمة من بابلو ميرينو المعالج الذي كان يشرف على تأهيل يامال في المدينة الرياضية للنادي، علما بأن جالان كان يتابع حالة اللاعب عن قرب في برشلونة ويقوم بزيارته كل يوم اثنين.